بسم الله ما شاء الله، يعني هو علف جميل، تحويله حلو وطاعة وخصوبة وما شاء الله. يعني هو تحويله سريع عن اللي انا كنت شغال بيه قبل كده. خلق الله وقدر وبحمده سبحانك ربنا العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. احبائي الكرام ورب الامين في كل مكان، يا رب دايما نجاحكم في افضل حال ان شاء الله رب العالمين. بنصور لكم الفيديوهات ديتي علشان برضه مصداقيه للعلف، ويبقى من راي الناس والناس تقول رايها في العلف بجد اللي شغاله بيه. وبرضه احنا اي حد بنصوره لو العلف مش تمام معاه او مش عاجبه برضه بعد فتره، او العلف اتغير او حصل له مشكله من العلف، برضه احنا بنقول له اطلع وقول مفيش فيها مشكله، زي ما بنقول لك اطلع قول رايك وانت العلف شغال معاك تمام. لو حصل اي حاجه او حسيت ان العلف اتغير في اي وقت اطلع برضه قول رايك، احنا ما عندناش مشكله، لان احنا علفنا واحد دايما ماشي على حاجه واحده، احنا عاملين مزرعتنا علف ده علف مزرعه مش علف تسويق. فعلشان الناس كلها تبقى عارفه العلف ده احنا ما بندخلش عليه بحاجه، والعلف يعني بفضل ربنا يعني بنعتمد عليه اعتماد جامد قوي في المزرعه، لان العلف انتوا عارفين انه شيء اساسي في المزرعه. فمشرفني النهارده حبيبي واخويا الاستاذ هشام، شغال معايا بقاله فتره طويله جدا، كان اشتغل وبطل يشتغل تاني وبطل فتره ورجع تاني، ربنا وسع عليه وشغال تاني. فيعني لما رجع اجى على العلف على طول واشتغل معانا وربنا ييسر له الحال، وبقاله فتره دلوقتي شغال معانا. فاحنا هنساله بس رايه ايه في العلف، وهو يقول بما يرضي الله ويقول اللي نفسه فيه. والله احنا بنصور علشان مصداقيه بس للعلف بس، مش اكتر ولا اقل. انت منورنا يا حاج هشام والله. الله يا محمد والله حبيبي ومشرفنا والله في المزرعه. الله يصلحك. الاستاذ هشام، رايك ايه في العلف؟ قول بما يرضي الله، انت شفت ايه من العلف وتجربتك مع علف قبله مثلا، بس ما تقولش اسامي علف، يعني كنت ماشي ازاي وحسيت بتغير ولا لا، والامور ماشيه معاك ازاي؟ والله بسم الله ما شاء الله، يعني هو علف جميل، تحويله حلو وطاعة وخصوبة وما شاء الله. يعني هو تحويله سريع عن اللي انا كنت شغال بيه قبل كده. يعني تحويله على شويه؟ اه يعني بتبيع في حدود قد ايه يا عم هشام؟ بس بامانه كده يعني 60 يوم. 60 بالظبط، يعني مش 65 مثلا؟ 60 ببدأ بقى بيه. يوم 60 بتبدا تبيع، يعني مثلا من 60 بتقل معاك ارانب فبتبيعهم. بتقعد مثلا 5-6 ايام بيكون عندك الخفيف تقول وتبيعه. هو 65 خلاص بيكون ما عادش حاجة بقى، لو تحت الأم عدد بتكون آخرها كده. يعني 65 يوم اخرك بتبيع. والاوزان بتطلع معاك قد ايه؟ اتنينات. ده رايه وده كلامه، انا عارف علفي وانا شغال بيه، ما بقولش لا انا ده علفي وانا شغال بيه، بس انا بساله علشان هو بيقول بما يرضي الله. هو راجل بيقول 60 و65 بيكون اخره وخلص، وده فضل ربنا. طب مشاكل معويه موجود اي حاجه من دي؟ لا يعني الارنب ماشي معاك. طب التاجر لما بيجي ياخد منك مبسوط؟ والله بيشيل أقل من كيلو ونص بسبب الضغط. بيشتري الارنب كيلو ونص عشان ظهره مليان وحلو. والله برضو احنا مش بنقول ان خلي بالك ان العلف هو اللي بيعمل كل الكلام، يعني برضو الراجل بيشتغل وبيجتهد وبيصرف وبيكنس وبينظف وكل حاجه، بس معاه علف كويس، فالامور كلها بتكمل بعضها. فعلشان كده اموره ماشيه كويس. يعني الحاج هشام انت شغال معانا بالك قد ايه دلوقتي يا حاج هشام؟ نيجي 5 سنين ولا 6 سنين. يعني ده كلام الحاج هشام، شغال معانا 5-6 سنين. احنا الحمد لله الناس دي ما بتتكلمش كلام كده، يعني ايه الراجل ده كان شغال معانا وفضل بطل ارانب علم صناعي زينا، وهو من عندنا من هنا من محافظه دمياط، والمشوار بينه وبينه مشوار جامد جدا. يعني علشان يجي لي والله بيجي لي من اخر الدنيا والله. يعني انا عايز اقول لك ان كان هو في اول المحافظه وانا في اخر المحافظه، بيجي لي مشوار كبير قوي. فيعني علشان كده انا بعذره وماليش بركه اللي هو برضه. انا يعني مش عارف اقول ايه لما يجي لي المشوار ده كله والله. فانت بتنورني والله العظيم، وشرف ليا ان انت شغال معايا، وربنا يديم المعروف. ولو انت عايز تقول للناس العلف يشتغلوا فيه تنصحهم ولا ايه الاخبار؟ لا والله انصحهم يشتغلوا علف حسان، ان شاء الله علف ممتازه، كل حاجه رضاعه وخصوبه كل حاجه. الحمد لله. طبعا حاج هشام عشان الفيديو بس هو بيبقى منطلق قوي بره الفيديو، بيتكلم معانا كويس قوي، بس هو في الفيديو محروق شويه.
على العموم ده رايه ورأي ناس كتير احنا وريناها لكم قبل كده، وزي ما بيقولوا الميه تكدب الغطاس. يعني انت من حقك تاخد العلف تجربه تطلع تقول رايك بصراحه، احنا مستنيينك بقى تقول رايك. يعني احنا هنقول لك العلف اهو جرب، طلع وحش اطلع قول رايك بكل صراحه، ما عندناش مشكله. طلع كويس اطلع برضه قول رايك بكل صراحه، واحنا برضه ما عندناش مشكله. احنا عايزين الناس اللي تشتغل يبقى في مصداقيه للعلف، ويبقى في مصداقيه للعلف ماشي كويس مع الناس، مش كلام وخلاص. فانا لما حد بيقول لي العلف ماشي معايا كويس، انا ببقى والله العظيم ببقى سعيد جدا ان انا ببقى سبب من اسباب ان هو شغال معانا والمزرعه بتاعته ماشيه واموره ماشيه. انتوا عارفين الناس بتقاسي والعلف غالي والمشروع بتاع الارانب محتاج وقت ومحتاج جهد ومحتاج حاجات كتير جدا. فربنا يعين الناس اللي شغاله معانا في المجال يعني. اخر مره بقى حاج هشام، يعني تعليقك انت خدت مني السلالات برضه ارانب صح؟ ايوه. ايه رايك في السلالات؟ الله بسم الله ما شاء الله جميل. كويسه؟ يعني السلالات مع العلف عامله ايه؟ والله بجد قول لي والله رايك لو في حاجه يعني. لا والله بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك. انت شرفتني ونورتني، ومعلش المشوار ده بقى غصب عننا والله ان شاء الله، بس حابه كده نبقى نجيب لك العلف لما لقيناك. وتحياتي للجميع، ودايما مشرفين ومنورين على قناه اخوكم محمد حسان، والسلام عليكم.